وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وحش البادج الإنجليزي. أهلا بيكم أعزائي الكرام. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة في موضوع مهم، على موضوع إن روقان البيض. روقان البيض بيبقى عندك 3 مشاكل. عندك مشكلة الأولانية إن الذكر ما يبقاش عنده خبرة، تمام؟ ما يعرفش يطلع نتاية من العش، والعش بيفضل النتاية بتفضل قاعدة جوه العش فترة كبيرة، تمام؟ وتبيض البيضة التانية والتالتة والرابعة لحد ما تخلص خالص، وفي الآخر الذكر طبعا بياكلها وهو ما عندوش خبره فما بيقدرش يطلعها عشان يكسرها، تمام؟ فبالتالي حضرتك بتلاقي البيض رايق وطول المشكله في الذكر. ده رقم 1. رقم 2، تمام؟ عندك مشكله مهمه جدا احنا ممكن نتكلم فيها، هي مشكله الوقفات. الوقفات طول ما هي خشب، تمام، ديت بتبقى كويسه جدا للعصفور، تمام، وبيقدر يقف عليها بصوره كويسه، وبيقدر يقف بثبات تام، تمام، وبالتالي بتتم عمليه التكاثر. الوقفات البلاستيك فيها مشكله جامده جدا، بتزحلق العصفور والعصفور ما بيعرفش يتكاثر، تمام. ديت برضو حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها. في ناس كتير بتشتكي من الموضوع دوت ومش عارفه السبب ايه، فبالتالي يروحوا يغيروا الذكر، تمام. لا، انت ما تغيرش الذكر قبل ما تتاكد الاول السبب منين. المشكله عندك فين؟ المشكله عندك في الذكر، ولا المشكله عندك في النتايه، ولا المشكله عندك في الوقافه؟ تمام. لازم تتاكد من الموضوع دوت. ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للمربيين اللي لسه عاملين مزارع قريبه، واللي لسه الناس اللي عندها خبره بيبقى عندهم المشكله ومش عارفين الحل فين، تمام. دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. يبقى اول حاجه، تمام، ان الذكر يكون عنده خبره كويسه، ما يبقاش ذكر اول شغل، تمام، وتقول لا اصل الذكر بيحاول مع النتايه. لا، الذكر كبير وهيفضل يخبط على باب النتايه وهي جوه العش ومش هتطلع، جميل. لكن لو ذكر عنده خبره هيفضل ينورها لحد ما تطلع ويبتدي يتكسرها، تمام. لكن لو ذكر ما عندوش خبره طبعا العمليه دي مش هتتم، وبالتالي النتيجه هتبقى روقان البيض، تمام. الحاجه الثانيه موضوع الوقفات، دي مهم جدا بالنسبه للناس المربيين، تمام، الجديد والقديم. في ناس بتشتكي وفي ناس بتركب الوقفات البلاستيك، طبعا دي بتعمل مشكله كبيره جدا في عدم تكاثر البيض، تمام. ممكن نلاقي بيضتين متكسرين، تمام، او عرقانين، و3 4 بيضات رايقين. طبعا دي مشكله ممكن برضو ناخد بالنا منها، تمام. المشكله الثالثه ان هو اصلا يكون الذكر تخصيبه ضعيف او بيبقى عنده مشكله نفسه. هنا تقدر تحدد الاول المشكله عند الذكر، ولا حضرتك في الوقافه، ولا في النتايه اللي بتخش العش، او الذكر ما يكونش عنده خبره يقدر يطلع النتايه عشان يكسرها، تمام. ان كنت اول مره تشوفنا واول مره تشوف محتوانا اعمل لايك وشير ومتابعه، تمام. وان شاء الله باذن الله قناتنا الوحش البادج الانجليزي على اليوتيوب، على الفيسبوك، على عفوا على التيك توك، تمام. هتلاقي بعض معلومات، وهتلاقي فيه طيور، وهتلاقي فيه حاجات ان شاء الله باذن الله، مستويات باذن الله تراضي جميع الاحتياجات. في بتبتدي من اول النص لحد الانجليزي شامبيون، تمام. وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هننزل برضه حاجات كويسه، وهنبتدي ننزل زغاليل. انا اصلا ما كنتش بحب انزل زغاليل خالص، عشان الزغاليل دايما ما تقدرش تاخد وضعها. حاجه من الاثنين، يا اما بظلم الزبون يا اما بظلمني انا، تمام. ليه؟ الحاجه لما تبان بعد القلشه الاولى او القلشه الثانيه، تمام، المستوى بيبان. انا ممكن اديك الزغلول مستوى كويس جدا وهو صغير، لما يجي يكبر حضرتك تلاقيه نص. تيجي تقول لي لا ما انا خدته كده، انا كان انجليزي وبقى نص، كان مستواه كويس وقلب، تمام، او العكس صحيح، يبقى كان مستواه قليل وبعد كده بعد القلشه الثانيه يقلب ويبقى حاجه كويسه، تمام. فعشان كده ما كنتش حابب ادي الناس زغاليل، تمام، عشان خاطر المشكله دي ما نقعش فيها. برضو بنحاول برضو نتحرى الصدق مع الناس، عشان خاطر في ناس كتير من غير اي داعي اول كلمه اقول لك انت ضحكت عليا. طبعا الكلام ده مش عندي، الحمد لله فضل ونعمه، تمام، واللي يعرفني يشهد بالكلام دوت. فان شاء الله باذن الله كل مره مع حاجه افضل وحاجه احسن ومعلومه جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.